العسل هو بيقولوا فيه طبيب الانسان، يعني في شفاء لكل الامراض يلي بنواجهها بحياتنا. اذا كنا مقربين واخذنا عسل بنحس حالنا انه هيك حنجرتنا لانت، اذا كنا معصبين واخذنا عسل هيك بناخذ طاقه. فانا بحسه عن جد كثير مفيد وطبيب الانسان. هاي بنات، اليوم رح اعمل لكم ماسك الموز والعسل. فوائد الموز بيعطينا مغنيسيوم، كمان في فيتامين اي، في فيتامين اي، هدول كلهم مفيدين للبشره. وغير هيك هو مكافح للتجاعيد، وكمان بيهدي البشره، بخفف حرارتها، بخليها تكون صافيه. يعني اذا كل يوم قبل ما ننام اعتمدنا انه ناكل موزه وننام، رح نريح مش بس وجهنا، رح نريح اعصابنا ونكون جاهزين ليوم جديد نحن وكثير مرتاحين. هن خطة كثير قوية بيحمونا من التجاعيد. أنا كثير بحب العسل، باكله الصبح بس فيق وقبل ما انام ومع كل شيء. يعني إذا بدكم بعوض محل الشوكولا بالعسل، مع الفواكه بحبه كثير، مع الأفوكا كثير بيلبق، موز، فريز، كل شيء طيب مع العسل. كيف فيكم تستعملوه؟ بناخذ الموزة بنقطعها قطع كثير صغيرة كرمال تساعدنا على هرسها. بنرجع بالشوكة بنهرسها كثير منيح، يعني بننعم الموز قد ما فينا، بننعمه كثير منيح. بنزيد كمية يعني ملعقة تقريبا، ملعقة كبيرة من العسل بنزيدها على الموز، بنخفقهم كثير منيح، بنخفقهم تقريبا لدقيقتين أو 3. بنرجع بنخلط الموز والعسل لمدة دقيقتين لحتى يصير في عنا ماسك متماسك. بناخده للماسك بنحطه على وجهنا، بنوزعه على كل وجهنا، تحت عيوننا، حوالين تمنا، وحتى اذا بدكم فينا نحطه تحت رقبتنا، كمان كثير مفيد. نتركه لمده 15 دقيقه ومن بعدها بنشيله. اذا نحن بناخذ فيتامينات، كان فيتامين دي ولا فيتامين اي، فينا نحط هيدي الكبسوله بقلبه للماسك ونحطها على وجهنا، لانه كثير بفيد. لانه اذا انت عم تاخذي فيتامين اي وخلطتيها مع المكونات الطبيعيه، هذا بيساعد على نضاره وجهك وعلى تحسينه. يعني مش بس بتكوني عم تشربيها لتفوت على جسمك، بتكوني كمان عم بتحطيها على وجهك، ما الوجه بحاجه كمان لفيتامين. اذا اعتمدتوا ماسك الموز والعسل بشكل اسبوعي، الماده يلي بقلب الموز والعسل لما بنمزجهم مع بعض، خصوصا النشا يلي موجود فيهم، بتشد على وجهنا. لما بنشيله بنحس انه قمنا طبقه ميته عن وجهنا، ان كان حبشباب، ان كان التهابات، ان كان كلف، ولا ان كان حبوب سوداء اذا بدكم اللي بيطلعوا لنا وكثير بيزعجونا، لانه بيشدوا كثير الوجه وبيساعدونا على انه ننقيه. من بعد ما تعملوا للماسك بتحطوه على وجهكم 15 دقيقه، بس تحسوا انه كمش كثير على وجهكم، يعني صار هو جاهز انكم تقوموه. كيف بدكم تقيموا الماسك؟ وهيدي اذا بدكم هون السر الماسك، ما تقيموه دغري وتروحوا تغسلوه بالماء، لا، جيبوا اذا بدكم موارد بس ما تكون مسقعه، تكونوا شايلينها من البراد، غسلوا فيها وشكم ورجعوا اغسلوه بمي فاتره، يعني مش ساقعه ولا سخنه، مي نص نص. ترجعوا بتجيبوا منشفه رطبه بتحطوها على وشكم لمده 5 دقائق وبتقموها وبتحطوا المرطب المناسب، وهيك بتكونوا عم بتكافحوا التجاعيد. بحب الموز كثير، ما بقدر اعيش بلا، بحب هيك الصبح اكل موزه قبل النسكافيه. اتركوا لي تعليقاتكم بخانه التعليقات الموجوده تحت، سبسكرايب لصفحتي على اليوتيوب وشوفوا فيديوهاتي، وليلي حابين يتابعوني على السناب شات وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك رح تشوفوا يومياتي. باي. ما في مرة بهيدا الكون ما بتحب تحارب التجاعيد.